سيدريك آت باتجاهنا، ستبدأ المشاكل. ما مشكلتك الآن؟ ارحل يا لؤي وتوقف عن ملاحقة سارة. هيا ارحل. كفاك غيرة، فأنا لا أحب الشباب الغيورين، لذا لا أريد رؤيتك أبدا. أنت تسببت بالأمر. هل طلبت رأيك أيها المغرور؟ مشكلتك هي أنك لا تتصرف بشكل لائق، وهذا ما يغضب الفتيات. أنا أخذت دروسا في السلوك. أنا سأعلمك الأخلاق يا لؤي. ابقى بعيدا عن صديقتي. هيا ارحل. لؤي لم يكن مخطئا كليا. علي أن أسيطر على غيرتي إذا أردت استرجاع سارة. سأغير الخطة التي أتبعها. لقد قررت. علي أن أثير إعجاب صديقتي كثيرا. سوف أهزم ذاك المخبول. ليس علي سوى أن أعرف ما هي ميزتي البارزة. ما من مشكلة إطلاقا. سيدريك، أين أنت؟ يا إلهي، لما لا ترد علي؟ لقد وجدتك. ألا تريد أن تكلمني؟ لا، الأمر ليس كذلك. ماذا؟ أطلعني على الأمر. جدي، إنها سارة. لكن ما الذي فعلته معك؟ أود أن أثير انتباهها ولكن لا أعرف كيف. حسنا، أظهر لها أفضل ما عندك من مواهبك. لا أدري أي موهبة علي إبرازها، فلؤي يعرف القيام بأمور كثيرة لكن أنا... إياك أن تيأس بني. عندما أيأس أعتمد على جدي، حتى إنه اقترح طريقة لحل الأمور. سوف أعد لائحة بالأمور التي أجيدها أكثر من لؤي، وسريعا ما ستعود إلي صديقتي سارة من جديد، ولؤي سيرحل فورا. لذا بدأت أفكر في الأمور التي أجيدها. مؤكد لا أجيد الرياضيات. سيدريك، ابدأ العزف. كذلك لا أجيد الموسيقى. اخرج. أما الرسم، حسنا لقد حاولت، لكن لا جدوى، لا سيما في الفنون والعلوم. لكن في الرياضة أعلم أنني الأفضل. العقل السليم في الجسم السليم، هذا ما يقوله جدي دائما. أنا الأفضل في ركوب المزلاج ذي البكرات. أما على الدراجة فأنا البطل. لكن أفضل مهاراتي هي الركوب على لوح التزحلق. مدهش ما يفعله الفتيان للتباهي. هكذا عرفت ما هي أفضل مهاراتي. لا يمكن للؤي أن يضاهيني. سوف تذهل سارة بالتأكيد بقدراتي هذه، حتى إنها قد تطلب يدي عندها للزواج. لقد حان وقت الانتقام. سيدريك، كم علينا الانتظار هنا؟ إلى أن تأتي سارة. هذا مذهل رائع. ها هي. سوف أدعوها إلى ركوب المزلاج. ذقت ذرعا من هذا. مزلاجي مزود بفرامل من الكربون، وهي مصنوعة يدويا من أفضل أنواع المعادن. لكن مزلاجي أسرع. أتودين الركوب عليه سارة؟ الآن نحن نشاهد لؤي على مزلاجه، ولكن شكرا لك. راقبنني جيدا أيتها الفتيات، سأقوم بحركة خطرة. انظرنا كيف سأنطلق بسرعة الريح. هل يقرأ الأفكار أم ماذا؟ هذا المخبول لؤي سلبني الآن مهارتي الأفضل. نعم، فعل ذلك فعلا. كيف لي أن أثير انتباه سارة؟ قل لي كيف؟ لا فكرة لدي. إذا ما الفائدة كريم من كونك صديقي؟ لديك فكرة ما في عقلك ولكنك تخفيها. قلها. أظن أن سارة معجبة بلؤي لأنه ثري. لأنه ثري؟ هذا أفضل ما سمعته في حياتي. لا أصدق هذا. علي الآن مواجهة الحقيقة. كريم محق تماما. لؤي ليس ذا شأن رفيع، لكن لديه المال. علي كسب المال بطريقتي. ولماذا تريد المال؟
في الحقيقة علي جني المال بسرعة. صباح الخير، أتود أن أغسل لك الزجاج؟ ما من جدوى، حتى إنني حاولت بيع مفاتيح الحظ من بيت لآخر. الأمر كان كارثة. لؤي ولد ثري جدا، أما أنا ففقير، وستبقى الأمور على هذه الحال. أحيانا أتخيل لؤي هو وسارة يعيشان حياة مرفهة جدا كحياة الأغنياء، فنادق فخمة، سيارات ضخمة، ملابس فاخرة. أما أنا سأحظى بمهنة فخمة، عامل تنظيفات. لن أهرب من الحقيقة، الأمور لا تعد بالخير. ماذا جرى لك؟ هل أنت مستاء من شيء ما؟ هل اختلفت مع سارة؟ ستتزوج بلؤي وأنا سأصبح عاملة تنظيفات. هذه ليست مهنة سيئة، والدك بائع سجاد. أعلم ذلك يا جدي، لكن سارة تريد زوجا ثريا. حسنا بني، جدتك مثلا كانت تعرف شبابا أثرياء، لكنها تزوجت بي أنا. كنت مجرد عامل عادي. هل تعلم السبب؟ لأنني كنت شابا لطيفا. هيا يا بني، تصرف على طبيعتك وستنجح. هل تعتقد؟ شكرا جدي. من دواعي سروري بني. لا أصدق. مرحبا سيدتي. أهلا أيها الشاب. أريد باقة ورود للفتاة التي تعجبني. هذا لطف منك. تفضل، مؤكد ستفرح بذلك. شكرا. سارة، انتظري سارة، لقد أردت أن أقول لك. سيدريك، هل أردت أن تقول لي كم أنت غيور؟ لا، تفضلي، هذه لك. تفضلي. أنا لقد نجح الأمر. كان جدي محقا كالعادة، إن مهارتي في لطفي. أظن أن سارة تعرف هذا الأمر جيدا، ولكن أرادت دليلا. الفتيات رائعات حقا. هناك أمر مؤكد، ليس سهلا أن تشعر بالإعجاب في سن الثامنة.